تعلم يا سيدي الفاضل ان الحكومه تقوم بطباعه الكتب من اولى ابتدائي لثانويه عامه بما يقارب ال6 مليار جنيه مصري سنويا. الكتب دي بتتاخد وتترمي في صفائح الزباله اخر السنه او مبدئيا كده من اول السنه، مفيش حد بيذاكر فيها. ليه؟ الحكومه وفرت 100,000 جنيه فضيعت ال6 مليار جنيه. وفرتها ازاي؟ علشان العبقري اللي حط الطريقه اللي موجوده دي راجل موظف حكومي قراري. عمل ايه بقى سعادتك؟ طلع قرار كده ب5 ساغ. مين يجي يألف كتاب تانية ثانوي في الرياضه مثلا، فاللي يتقدم يعمل مناقصه، عماد بيه هيخش راجل فاخر هيقول هاخد 1000 جنيه، مصطفى بيه راجل يعني فاخر اللي حته مثلا هيقول 800. فيجي بتوع الكتب الخارجيه يقوم باعت واحد زي صلاح كده يقول له يا باشا احنا بنعمله مجانا، يبقى يرسى على مين؟ على ابو مجانا على طول. يجي مجانا بتاع الكتاب الخارجي، انا بقول لك حاجه داخل جوه لان انا اداه فيها، يتفق مع الراجل اللي جاي يالف ده يعمل كتاب والله العظيم عاوز 6 اينشتاين علشان يعملوه، مكعبل ما فيهوش حاجه، ما يتفهمش، رسوماته وبياناته وطريقه الطباعه رديئه. هو نفس الراجل ده اللي قدم مجانا بقى، الراجل يقوم مديله 50,000 جنيه في ايده على كلمه مجانا، ويعمل هو الكتاب الخارجي اللي موجود اللي محترم اللي فيه امثله توضيحيه اللي فيه شرح اللي فيه رسومات اللي جلدته حلوه. اللي يعمل كتاب للحكومه ما يتقريش ويعمل الكتاب اللي يتقري في القطاع الخاص. يتقري 24 قراءه مش كده؟ يقوم هو ابو الطالب، ما هو ده كله داخل الاقتصاد القومي، يتكلف بقى الدروس الخصوصيه والملازم والكتب الخارجيه والمحاضرات وخلافه للثانويه العامه، بنقول من اولى ابتدائي للثانويه العامه ما يقارب ال 18 مليار جنيه مصري. السؤال هنا بقى، لو انا رجعت الحاجه ليه؟ انا مش عايز الكتب المدرسيه دي كتب تعبانه وراضيه